زي النهارده 24 ابريل سنة 2021 اتوفى الكابتن طيار أشرف أبو اليسر، الراجل اللي في خلال سنة ونص اتدمرت حياته وفي الآخر دخل المستشفى ومات من الحسرة والقهر والإحساس بالظلم. انا بديت خدمتي في القوات الجويه من سن 13 سنه. ممكن وانت طاير وتلاقي واحد من القامات الكبيره دي واقف في وسط الطيارين الاثنين، ناخد لقطه معاك يا كابتن؟ اتفضل يا فندم، انا يسعدني ويشرفني. انما مش لقطه علشان تتعمل فيديو كليب. الكوبايلوت خرج وده باين في الفيديو اللي هو صوره في الاول، انه بيقول لك طب احنا هنقوم بقى نسوق الطياره، ثقه في الله نجاح. انت مبيت النيه انك جاي تتصور تعمل فيديو كليب. هو دخل خد اللقطه وخرج وخدوا عمرك. انهي الشركه اللي هتقبل طيار كان واخد قرار ايقاف بامر وزير؟ ما ينفعش ان ابني اللي عنده 10 سنين يقول لي يا بابي انت توقفت ليه؟ او يا بابي انت بطلت تروح الشغل ليه؟ اقول له ايه؟ او بيقول لي انا كنت فاكرك اجازه. طفل. اخدت الموضوع بتريقه وطلعت عملت فيديو بتريق، بقول للدكتور اللي صورني اخد ايقاف مدى الحياه، انت بتتريق عليا؟ يعني في كارثه بتحصل انت فرحان بيها وبتتريق عليها كمان؟ اتدمرت حياته وفي الآخر دخل المستشفى ومات من الحسرة والقهر بسبب خطأ قاتل من الأخطاء اللي بنشوفها كتير في حياتنا. والخطأ ده كان بسبب الفنان محمد رمضان. تعالوا نفتكر الحكاية. في يوم عادي جدا في شهر 10 2019 محمد رمضان نجم السينما والتلفزيون بيطلع في فيديو من جوه كابينة طيارة خاصة وبيغني أغنية مش بتفتش في المطار. وفي الفيديو ده بيظهر وهو قاعد على الكرسي اللي جنب الكابتن في كابينة الطيارة وبيقول بابتسامة: أنا يا جماعة بسوق الطيارة دلوقتي. ومسوق طيارة. اعمل بزنس مع ناسك في الزمن خمس بمشي والله تاني مش همشي شغلي ما بنمشي Versace. في المصحف محمد رمضان هو اللي سايق الطياره دلوقتي. شمال. ضحكة خفيفة كده، فيديو كليب عمله بتاع حوالي دقيقة، ملايين المشاهدات والشير واللايكات. بس اللحظة دي كانت بداية نهاية راجل تاني وهو الكابتن الطيار. في خلال يوم واحد الفيديو كان انتشر انتشار رهيب جدا. بعد انتشار الفيديو واحد من المحامين اتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان والطيار أشرف أبو اليسر. وفي البلاغ اتقدم يقول إن بالنسبة لمحمد رمضان قيادة طيارة بدون أي مؤهلات تسمح له بالطيران وعدم الحصول على ترخيص. واتهم الطيار أبو اليسر قائد الطيارة بأنه سهل له ارتكاب الجريمة وإنه كده خالف قانون الطيران المدني. وبحسب البلاغ محمد رمضان قام من الكرسي اللي قاعد عليه في الطيارة ودخل على كابينة الكابتن والكابتن سابه يقعد مكان المساعد وسجل فيديو كأنه هو اللي بيقود الطيارة فعلا، حتى إنه أعلن في الميكروفون الداخلي للركاب: أنا اللي بسوق الطيارة دلوقتي. وبالفعل هو ده اللي حصل. الموضوع اتصعد ووصل كمان لمجلس النواب اللي بدأ يطرح أسئلة على وزير الطيران المدني: إزاي شخص مهما كان اسمه يدخل كابين الطيارة؟ وفين الرقابة يا سيادة الوزير؟ وفين المسؤولين عن سلامة الركاب؟ يعني الموضوع كبر وبقى قضية رأي عام. وزارة الطيران المدني ما سكتتش وعملت تحقيق مع الكابتن وفي النهاية سحب منه رخصة الطيران مدى الحياة باعتبار انه خالف قواعد السلامة وانه سمح لراكب التواجد في مكان لا يجوز دخوله. وحتى مساعد الطيار اتسحبت منه الترخيص بس لمدة سنة. الكابتن أشرف أبو اليسر اتوقف واتقطعت عنه مصادر الدخل وبدأت حالته النفسية تسوء. بالنسبة لمحمد رمضان كمل شغله عادي جدا ولا حتى فكر انه يروح يزور الراجل
اللي تسبب له في كارثة أو حتى يعتذر له. وده خلى في الوقت ده الجمهور والإعلام ينتقدوا جدا محمد رمضان، وناس كتيرة جدا بقت ضده. فلما لقى كده خرج في برنامج مع الإعلامي عمرو أديب وقال إنه هيتواصل مع الكابتن أشرف أبو اليسر علشان يعتذر له ويتفاهم معاه. ولكن على كلام كابتن طيار أشرف أبو اليسر ما حصلش أي تواصل لمدة 5 شهور. في الفترة دي كان الكابتن أبو اليسر قدم التماس لوزير الطيران المدني في محاولة منه لتخفيف العقوبة، وخصوصا إنه ما وصلش لمرحلة تقاعد وما عندوش أي أزمة صحية فيقدر يشتغل. ولكن للأسف الالتماس اترفض. وهنا بقى ونظرا للأضرار الجسيمة اللي تعرض ليها الطيار أبو اليسر وعدم تقدير محمد رمضان للي حصل له وعدم اهتمامه أصلا، رفع قضية تعويض ضد محمد رمضان. وفي نفس الوقت من الضغوط النفسية اللي حواليه ابتدت حالته الصحية تتعب. وبعد كام شهر القضية اتحكم فيها بتعويض بمبلغ 6 مليون جنيه. محمد رمضان رفض طبعا يدفع وطعن على الحكم وعمل استئناف وحاول يعطله بكل الطرق. واللي زود الطين بلة فيديو نزله محمد رمضان بعد الحكم، وظهر فيه محمد رمضان جايب مجموعة دولارات وقاعد يرميهم في حمام السباحة اللي في بيته في رسالة مستفزة إن أنا مش فارق معايا الفلوس بس مش هديها لك. الكابتن أشرف في الوقت ده وكان في شهر 3 2021 كان دخل المستشفى لأنه صحته اتدهورت جدا، فعلق على الفيديو وقال إن في ناس كتير محتاجة الفلوس دي ويا ريت يقدر يوجه الفلوس اللي معاه دي صح زي ما حضراتكم هتشوفوا كده. ويا ريت لو سمحتوا اللي مش مشترك يدوس اشتراك. في ناس كتير قوي محتاجة الفلوس دي. في ناس كتير تعبانة محتاجة الفلوس دي. يا ريت يقدر يوجهها صح عشان يبقى يا رب كله خير، انما يا ريت يوجهها صح. يا ريت. الرد زي ما شفنا كان من إنسان مكسور، من راجل حاسس إنه اتظلم قدام الدنيا كلها، وده أثر على صحته. وكمان واضح في الفيديو إنه نفسيا متدمر. إنسان بعد ما كان كابتن طيار بيطير بالرؤساء والأمراء والوزراء وكبار المسؤولين والمشاهير، إلى واحد لقى نفسه قاعد في البيت ومحدش بيتكلمه أصلا. وبعد أسبوعين 3 وبالتحديد زي النهاردة 24 إبريل سنة 2021 اتوفى كابتن طيار أشرف أبو اليسر في المستشفى. وفي النهاية كل ده عشان فيديو على السوشيال ميديا وعدم التزام محمد رمضان واستهانته بالأضرار اللي ممكن تحصل للراجل ده، الإنسان اللي وثق فيه وخلاه في لحظة خطأ إنه يتصور جوه كابينة الطيار. والغريب إن محمد رمضان بعد وفاته كتب نعي على صفحته في الفيسبوك. بس هل ده كفاية؟ هل النعي ده ممكن يمسح اللي حصل؟ أنا بس حبيت نفتكر النهاردة الطيار الله يرحمه الكابتن طيار أشرف أبو اليسر اللي مات من الحسرة والقهر والإحساس بالظلم. في ناس كتير قوي محتاجة الفلوس دي. في ناس كتير تعبانة محتاجة الفلوس دي. يا ريت يقدر يوجهها صح عشان يبقى يا رب كله خير، انما يا ريت يوجهها صح. يا ريت. وترك طفل عنده 10 سنين ابنه أصبح يتيم، وكل ده بسبب فيديو على السوشيال ميديا. وكمان جاية محمد يا رمضان تزودها بموضوع الراقصة عنايات بتاع أمريكا. والله كتير، والله كتير يا أبوي. يلا سلام. احنا كده خلصنا الفيديو. ممكن لو سمحتوا
اللي ما اشتركش يشترك في القناة ويعمل لايك ويعمل شير. احنا خلاص يا جماعة قربنا على 100,000 مشترك، مش باقي غير 99,900 حاجة و90 واحد بس. فيعني خلاص هانت يعني، هانت فهانت يعني.